بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تعالوا نشوف الخيوط. الحاجة الأساسية ليها هي الفايبر، هي الشعيرات، هي الأساس. فالشعيرات القطنية لازم يبقى ليها 3 صفات أساسية. أول حاجة طول الشعيرة اللي بيعتمد عليها المتانة، وطبعا احنا عندنا ما شاء الله الشعيرات القطنية المصرية فائقة الطول. بعد كده النعوم، ديت الصفة التانية. تالت حاجة الاستطالة، وأحيانا بنقول بدل الاستطالة مثلا نضج الشعيرات. في حاجة أساسية برضو في الشعيرات عشان نشتريها السعر. فأنا يبقى عندي شعر الكواليتي أو الجودة بتاعته عالية جدا لكن سعره مرتفع، مش هقدر أبيع. ففي حاجتين أساسيتين عشان أنتج الخيوط. حاجتين مهمين، هي أول حاجة الجودة، ودي أساسية. يبقى عندي خيط جودته عالية بالإضافة إلى سعر. إذا جبت الحاجتين دول هبقى رقم 1 في مجال الغزل. جودة زائد سعر، وليس سعر قليل وجودة قليل، الاتنين يكونوا متزنين. فعشان كده الغزالين كانوا بيجيبوا قطن مصري ويخلطوه مع يوناني، أو قطن مصري ويخلطوه مع قطن سوداني، فده بيديك خيط جودته كويسة وسعره كويس. خلينا في الأول نقول نمر الخيوط. العلماء قسموا نمر الخيوط القطنية أو نمر الخيوط الإنجليزية إلى 3 أشياء. في نمر بتبقى نمر سميكة، دي رقم 1، وفي نمر ودي الأكثر انتشارا النمر المتوسطة، وآخر حاجة هي النمر الرفيعة. دول 3 أشياء في أنواع أو تقسيمة النمر بتاع الخيوط، يا سميكة يا متوسطة يا رفيعة. النمر السميكة اللي هي أكبر من أو يساوي 24، يعني 24 على 1 لحد 24 على 1، يعني لحد 24 على 1. النمر المتوسطة من 24 ل 42 إنجليزي طبعا. النمر الرفيعة اللي هي بتبقى أكبر من 42. فأكتر نمرة بتستخدم هي النمر المتوسطة 24 على 42. النمر السميكة قلنا من أول نمرة 1 أو 2 أو 3 لحد نمرة 24. فأنا عشان أعمل كده يبقى لازما أخلط خيوط، مثلا قطن مصري مع قطن رخيص زي القطن السوداني، بحيث بينتجني قطن جودة حلوة. ففي دكتور اسمه الدكتور محمد نجم، كان هو أستاذ في قسم معهد البحوث القطن، عمل تجربة في شركة كوم حمادة. والله الواحد ما بيسمع شركة كوم حمادة للغزل الجسم بتاعه يعني بيحصل له حاجة غريبة، لأن الشركات دي اتعمل فيها تجارب وشركات كانت ناجحة. فعمل تجربة، عمل خيط 30 على 1 من جيزة 100%، ومن 75 جيزة و25% سوداني، وعمل 50% جيزة و50% سوداني، و25% جيزة و75% سوداني، وعمل 100% سوداني. وجد ان ال50-50 بيديله متانة 19.6 سنتي نيوتن تكس. طبعا الجيزة عالي، لو جبت خيط جيزة 21، اللي هو ال75% جيزة و25 سوداني بيديني تقريبا 20. طبعا بيقل بقى ال25 جيزة 75 17، لو عملته سوداني 100% بيديني 14.5 سنتي نيوتن على التكس. فشايفين العلم مع التجارب في المصانع المصرية بيدينا نتيجة. فكانت أفضل حاجة هي 50-50، 50% جيزة و50% سوداني بناء على كلامه. وطبعا جاب شريط النمرة بتاعته أو وزن المتر المربع 3.54 جرام بير متر. فطبعا هذه العلم مهم جدا في صناعة الغزل. ففين السوداني الآن؟ احنا بقى عايزين دلوقتي، عندنا القطن المصري كويس، عايزين السوداني، القطن السوداني أو القطن اليوناني. فيا رب
أهل السودان وهذه البلد الطيبة جارتنا ترجع تاني رافعة وتزرع وتملى العالم كله زراعة وغذاء. فندور احنا في مصر على قطن بديل للسودان. فيا رب السودان هذا البلد يدوم والسلام في جو يحوم، وتبقى عاصمة الخرطوم للحبايب أمن وأمان، ويدي للعالم كله غذاء، ويدي للعالم كله قطن سوداني، لأن هيبقى مهم جدا لينا في مصر. تحياتي مهندس محمد كمال معتمد.